بسم الله واذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حي الله جماهير العالم، حي الله عشاق النصر. هنا شبكة النصر 24، صوت الحقيقة والدفاع عن الكيان بدون مجاملة ولا خوف إلا من الله. قناتكم انوجدت عشان النصر وعشان نوقف ضد أي ظلم ونقول الحق مثل ما هو. دعمكم يفرق، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتسبوا معنا عشان نطور المحتوى ونقوي صوت العالمي. النصر كبير بجماهيره ومعكم نكمل المشوار. يا تركي، سمعت السالفة الكبيرة ولا باقي؟ موضوع انتقال محمد صلاح للنصر صار حديث كل الناس. اي سمعت، خصوصا بعد ما أعلن إنه بيطلع من ليفربول نهاية الموسم. واضح إن في شيء قاعد يطبخ. التقارير تقول إن المدرب جورجي جيسوس يبيه وبقوة بعد، بس المشكلة إن موضوعها مع النادي للحين ما تجدد. بالضبط، يعني أول خطوة لازم يحسمون عقد جيسوس، بعدين يبدأون يتحركون رسمي في الصفقة. مو بس كذا، في عوامل ثانية. الإدارة لازم توافق، وفي منافسة من أندية سعودية ثانية، وكل نادي أكيد يبي يخطف صفقة زي كذا. وأهم نقطة، قرار صلاح نفسه هو اللي بيحدد وين يروح، خصوصا إن عنده أكثر من خيار. بس تخيل لو صارت وجاء نادي النصر ولعب مع كريستيانو رونالدو، الهجوم بيكون مرعب. والله بتصير قوة هجومية ما تتكرر، رونالدو بخبرته وصلاح بسرعته وحسمه قدام المرمى. ترى رغم إن أرقامه هذا الموسم أقل شوي، لعب 38 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 9، لكن يظل لاعب كبير ويصنع الفارق. أكيد لاعب خبرة وعنده شخصية بطل، ولو جاء للدوري السعودي بيكون إضافة قوية جدا. الزبدة إن الموضوع للحين معلق بين كم نقطة: تجديد المدرب، قرار الإدارة، وموافقة اللاعب. وإحنا كجمهور نصر بس ننتظر ونقول يا رب تتم، لأن الصفقة لو صارت بتقلب الموازين. والله لو تمت بنشوف موسم تاريخي للنصر بدون مبالغة. بس يا تركي، شفت المباراة ولا بس شفت النتيجة؟ يا رجال، شفت كل شيء. نادي النصر لعبها من أول دقيقة لين آخرها. 5-1 على الأهلي القطري، مو مزح. فعلا سيطرة كاملة. الفريق دخل بعقلية نهائي من بدري، واضح إنهم ناويين على البطولة. وحتى كريستيانو رونالدو بعد المباراة غرد وقال إنه فخور بالفريق وإن النهائي ينتظرهم. واضح الحماس عنده عالي. طبيعي، هذا رونالدو دايم يفكر بالبطولات حتى لو ما سجل اليوم. إي صحيح، لعب 77 دقيقة، ما سجل ولا صنع، بس كان له دور، تسدد 3 كرات وصنع فرصة، وتحركاته كانت مزعجة للدفاع. ولا تنسى دقة تمريراته كانت عالية 88%، يعني حتى وهو مو هداف في المباراة ساهم في بناء اللعب. بس خلنا نتكلم عن الأبطال الحقيقيين اليوم. كينغسلي كومان سجل هدفين وولع المباراة، وأنجلو بورجس بعد هدف وصناعة، لاعب فارق واضح. وختمها عبد الله الحمدان بهدف. يعني الهجوم كله كان شغال ما شاء الله. اللي عجبني إن الفريق ما اكتفى بالتقدم، كمل ضغط لين النهاية. هذا فريق بطل. يا تركي، شفت قرار جورجي جيسوس بعد التأهل؟ إيه شفته، عطى لاعبين نادي النصر يومين راحة بعد الفوز على الأهلي القطري، خطوة صراحة في محلها. منطقي جدا، الفريق تو طالع من مباراة قوية في نصف النهائي ويحتاج يهدأ بدنيا وذهنيا قبل النهائي، خصوصا إن المباراة كانت على ملعب زعبيل والسفر والضغط يأثرون، فالراحة هنا مهمة. واضح إن جيسوس قاعد يفكر بالنهائي من بدري، مو بس فوز وخلاص، لا، يجهز الفريق عشان اللقب. أكيد هدفه واضح، يبي يكسب نهائي دوري أبطال آسيا 2 بأي طريقة ويجيب البطولة. والجميل إن النهائي بيكون على ملعب الأول بارك، يعني الأرض أرضنا والجمهور معنا. هذا أكبر دافع، لما تلعب قدام جمهورك يعطيك دفعة قوية، خاصة في مباراة مصيرية. بس برأيك يومين راحة كفاية ولا كان الأفضل يستمرون بالتمارين؟ لا، كذا ممتاز، اللاعبين يحتاجون يفصلون شوي وبعدها يرجعون يدخلون المعسكر بتركيز أعلى. ما صح، أهم شيء يدخلون النهائي وهم جاهزين 100% بدنيا ونفسيا، وإذا لعبوا بنفس مستوى مباراة الأهلي ما أشوف أحد يوقفهم. بإذن الله اللقب نصراوي، وجيسوس قاعد يمشيها خطوة خطوة صح. الحين ننتظر النهائي ونشوف الفرح الكبير في الأول بارك. يا تركي، سمعت كلام فهد الهريفي عن مباراة الأهلي الجاية؟ إي والله، الرجل قال شيء جريء، يبي جورجي جيسوس يغير مركز ساديو ماني ويحط راس حربة. بصراحة فكرة غريبة شوي، ماني متعود جناح، بس لو فكرت فيها ممكن تضبط. هذا اللي قال الهريفي، إن المباراة تحتاج حلول مختلفة، وماني سريع ويعرف يتحرك بين المدافعين، وخصوصا قدام فريق زي الأهلي دفاعه قوي، لازم تلعب بشيء غير متوقع. بعد قال نقطة مهمة، إن التغيير هذا ممكن يخفف الضغط عن كريستيانو رونالدو. اي صحيح، رونالدو شايل الهجوم لحاله في كثير مباريات، لو صار عنده دعم من ماني في العمق بتتغير اللعبة. وتخيل الدفاع كيف بيتلخبط، ماني يتحرك يمين ويسار ويكسر الخطوط،
ورونالدو يستغل المساحات. بس برأيك جيسوس يسويها ولا بيخلي كل شيء زي ما هو؟ يعتمد على قراءته للمباراة، بس جيسوس معروف عنه يحب يفاجئ، ممكن نشوفها. خصوصا إن المباراة مهمة، نادي النصر متصدر ب 76 نقطة والأهلي وراه ب 66 وعنده مباراة مؤجلة. يعني الفوز بيقربنا أكثر من اللقب، والخسارة تعقد الأمور. لا تنسى أرقام ماني هذا الموسم، 13 هدف و8 أسيست في 31 مباراة، لاعب مؤثر بأي مركز. بالضبط، سواء جناح أو راس حربة، أهم شيء يستغل إمكانياتي. أنا أشوف لو جربها جيسوس ممكن تكسبنا المباراة، وأنا أقول حتى لو ما بديت فيها ممكن تكون ورقة رابحة في الشوط الثاني. الزبدة المباراة نار، ونبي نشوف تكتيك يليق بالقمة، وإن شاء الله 3 نقاط نصراوي. يا تركي شكلك شفت الأخبار الجديدة عن الصفقات. تركي اي شفت، الموضوع كبر مرة. محمد صلاح صار قريب من الدوري السعودي بشكل عام، والنصر داخل بقوة. طبيعي بعد ما أعلن خروجه من ليفربول كل الأندية الكبيرة بتتحرك، والأحلى إن في كلام إنه ممكن ينضم لنادي النصر ويصير مع كريستيانو رونالدو في الهجوم. تخيل بس صلاح ورونالدو سوا، هذا مو هجوم، هذا رعب لأي دفاع. مو بس كده، الفريق أصلا مليان نجوم، ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، كينغسلي كومان، إنيغو مارتينيز، جواو فيليكس. يعني لو جاء صلاح بيكمل كتيبة نجوم عالمية. بس مو هو الوحيد، في أسماء ثانية مطروحة زي برناردو سيلفا، أي لاعب خطير وصانع لعب من طراز عالي، ولو جاب بيساعد الهجوم بشكل كبير. ولا تنسى أن رونالدو يبيه بنفسه لأنهم يلعبون سوا في المنتخب من زمان، هذا يعطي أفضلية للنصر لأن الكيمياء بينهم جاهزة. وفي بعد اسم ثالث، كاسيميرو. والله لو جاء كاسيميرو وسط النصر بيصير حديد، لاعب خبرة وثقيل، بس عليه منافسة، انتر ميامي وساو باولو يبغونه. طبيعي، لاعب قيمته الكل يبيه. الزبدة يا ناصر، النصر داخل على صيف ناري، ممكن يشوف صفقات تغير شكل الفريق بالكامل. وإذا اجتمعوا صلاح، برناردو وكاسيميرو مع رونالدو، خلاص قول مبروك من بدري. بس أهم شيء الانسجام، النجوم كثير بس لازم يكون في توازن. صحيح، مو بس أسماء، لازم فريق متكامل. وإن شاء الله الإدارة تضبطها صح ونشوف موسم تاريخي. شكلنا على موعد مع فريق مرعب الموسم الجاي. يا تركي واضح إن جوجي جيسوس مو مدرب عادي أبد. والله صدق، هذا رجال اللحظات الحاسمة. شوف كيف قاد نادي النصر يفوز 5-1 على الأهلي القطري ويتأهل للنهائي. والأجمل مو بس الفوز، الرقم اللي حققه، وصل النهائي رقم 22 في تاريخه. هذا يوضح قد إيش عنده خبرة، مدرب يعرف كيف يوصل الفرق للمنصات الكبيرة. ومو بس يوصل، حتى يفوز، عنده 13 بطولة من 21 نهائي، رقم قوي جدا. صحيح، يعني نسبة نجاح عالية، وهذا يطمن قبل النهائي الجاي اللي بيكون ضد جامبا أوساكا يوم 16 مايو، مباراة ما تنفوت. فريق ياباني قوي وتأهل على حساب بانكوك يونايتد، يعني جاي وهو جاهز. بس عندنا جيسوس، وهذا أهم سلاح، خبرته في النهائيات ممكن تحسمها. ولا تنسى أن مسيرته مو بس في آسيا، وصل نهائيات في بطولات كبيرة زي الدوري الأوروبي وكوبا ليبرتادوريس وحتى كأس العالم للأندية، يعني مدرب عالمي بكل معنى الكلمة. وبالمناسبة تتذكر رقمه مع الهلال 34 فوز متتالي، رقم تاريخي. وحتى مع النصر وصل 19 فوز متتالي، هذا يبين استمراريته. بس في لقطة لفتتني في المباراة، شد وجذب بين إنيغو مارتينيز وجيسوس. شفتها، شكلها كانت مشادة، بس تصير في المباريات الكبيرة، حماس وضغط. أهم شيء ما تأثر على الفريق، بالعكس الفريق كان مركز وقدم مباراة كبيرة، وهذا يدل إن المجموعة قوية، حتى لو في توتر بسيط يقدرون يسيطرون عليه. الحين كل التركيز على النهائي، ومع مدرب زي جيسوس الأمل كبير. إن شاء الله نشوفه يضيف اللقب رقم 14 في النهائيات، وتكون ليلة تاريخية جديدة للنصر. يا تركي بعد ليلة التأهل الحين كل التركيز صار على لياقة اللاعبين قبل الكلاسيكو. طبيعي، خاصة مع الضغط اللي صار في المباراة، وشفنا كيف كينغسلي كومان كان مرهق قبل ما يطلع. حتى طبيب الفريق كارلوس ميغيل طلب يراقب حالته خلال 24 ساعة، ويمكن يسوي له أشعة على العضلة الخلفية لو حس بأي ألم. بس اللاعب نفسه طمنهم وقال إنه سليم، وهذا بعد الهاتريك اللي سجله، أول هاتريك في مسيرته. والله مستوى خرافي، بس برضو لازم الحذر، ما نبي نخسره قبل المباريات المهمة. والأخبار الحلوة بعد إن محمد سيمكان وضعه تمام، كان في شد بسيط وراح. وجواو فيليكس بعد ما عنده مشاكل، يعني الفريق شبه جاهز. هذا يعطي دفعة كبيرة لجورجي جيسوس قبل مباراة الأهلي، خصوصا إن المباراة يوم 29 أبريل ومهمة جدا في دوري روشن. أكيد نادي النصر متصدر ب76 نقطة ولازم يعزز الصدارة، وعشان كذا جيسوس عطاهم يومين إجازة بعد الرجوع من دبي عشان يسترجعون طاقتهم، وبعدها يبدأ برنامج مكثف. أن عندهم مو بس الأهلي، عندهم نهائي آسيا بعد ضد غامبا أوساكا يوم 16 مايو، مباراة تاريخية. يعني الفريق داخل على فترة نار، كلاسيكو ثم نهائي. وهنا يبان شغل الجهاز الفني والطبي، كيف يجهزون اللاعبين بدون إصابات. إذا استمروا بهالجاهزية ممكن نشوف موسم تاريخي وثنائية، دوري زائد آسيا، والله بتكون أسطورية. بس أهم شيء نعدي الأهلي أول، وبعدها لكل حادث حديث. إن شاء الله الجاي أحلى للنصر. يا تركي واضح إن بعد التأهل الشغل كله صار على اللياقة والصحة، طبيعي، خاصة مع لاعب زي كينغسلي كومان بعد المجهود الكبير اللي سواه. طبيب الفريق كارلوس ميغيل طلب منه يراقب نفسه خلال 24 ساعة، ولو حس بأي ألم يسوي فحوصات للعضلة الخلفية.
بس الحلو إن كومان نفسه قال إنه سليم، وهذا بعد ما سجل هاتريك أول مرة في مسيرته. والله إنجاز كبير، لاعب له أكثر من 13 سنة يلعب ويجي أول هاتريك بهالوقت الحاسم، وهذا يدل إنه قاعد يقدم أفضل مستوياته مع نادي النصر. وبرضو الأخبار طمن على محمد سيمكان، شد بسيط وراح، وجواو فيليكس نفس الشيء، ما في إصابات مقلقة. هذا يعطي راحة لجورجي جيسوس قبل مباراة الأهلي، خصوصا إن المباراة يوم 29 أبريل ومهمة جدا عشان الصدارة. النصر عنده 76 نقطة ومتقدم على الهلال، بس لازم يحسم المباريات الجاية، وعشان كذا جيسوس عطى اللاعبين يومين إجازة بعد مباراة دبي عشان يسترجعون طاقتهم، وبعدها يبدأ تحضير القوي لأن عندهم ضغط مباريات. مو بس الأهلي، بعد عندهم نهائي آسيا ضد غامبا أوساكا يوم 16 مايو وعلى ملعب الأول بارك، يعني فرصة ذهبية. بس كل شيء يعتمد على الجاهزية البدنية، لو الفريق سليم بيكون صعب جدا على أي خصم. يا تركي، شفت اللقطة اللي صارت بين جورجي جيسوس وإنيغو مارتينيز؟ ايه شفتها، كانت مشادة قوية بعد هدف الأهلي القطري بدري في المباراة. واضح إن جيسوس كان معصب من التمركز وكان يلوم إنيغو على الهدف، بس ردة فعل إنيغو كانت قوية بعد رمى قارورة موية وكان معصب مرة. طبيعي في أجواء مباراة كبيرة زي نصف نهائي آسيا الضغط يكون عالي، والحمد لله اللاعبين تدخلوا وهدوا الوضع بسرعة وما تأثر الفريق. بالعكس نادي النصر بعدها رجع بقوة وفاز 5-1، وهذا أكبر دليل إن الفريق عنده شخصية ما ينهار من موقف زي كده. حتى كريستيانو رونالدو معروف عنه يعترض ويحمس، الحين في لاعبين ثانيين عندهم نفس الروح، وهذا مو شيء سلبي دايم، أحيانا الحماس الزايد يطلع أفضل ما عند اللاعب. وخلينا نكون صريحين، إنيغو يقدم موسم ممتاز، أكيد لعب 36 مباراة وسجل 4 أهداف وبعضها مهم. غير كذا مسك الدفاع وخلاه أقوى بكثير، وعشان كذا الإدارة راضية عنه وفي كلام إنهم بيجددون عقدها موسم إضافي. يستاهل لاعب قيادي ومن أول يوم وهو ملتزم، والهدف واضح، يبي يحقق الثنائية مع النصر في أول موسم له، دوري وآسيا، طموح كبير. ومع هالروح حتى لو في شد وجذب أهم شيء الفريق ينتصر. صحيح بالنهاية اللي يهمنا النتيجة والكاس، والباقي كله يروح مع الانتصارات. يا تركي، رجعنا لنقطة التكتيك قبل قمة الأهلي، وكلام فهد الهريفي عامل جدل كبير. صراحة طرحه مثير، يبي جوري جيسوس يغير مركز ساديو ماني ويحطه مهاجم صريح. يقول إن المباراة تحتاج لاعب سريع يدخل العمق ويكسر الدفاع، مو بس جناح على الطرف. فكرة ممكنة، خاصة إن ماني عنده سرعة وحركة بدون كرة ممتازة. بس السؤال، هل جيسوس بيغامر ويغير مركزه في مباراة كبيرة زي كذا؟ صعب، لأن أي تغيير كبير في قمة ممكن يربك الفريق بدل ما يفيده، خصوصا إن الاعتماد كبير على كريستيانو رونالدو في الهجوم. الهريفي يقول العكس، إن التنويع بيخفف الضغط عن رونالدو ويخلي الهجوم أخطر. كلام منطقي من ناحية التحليل، بس التطبيق شيء ثاني في أرض الملعب. صحيح جيسوس معروف إنه يحب التنظيم أكثر من المغامرة الكبيرة، وفي نفس الوقت المباراة قدام نادي النصر تحتاج حلول سريعة لو انقفلت، يعني ممكن يشوفها كخيار احتياطي وأساسي من البداية. بالضبط، يبدأون بالتشكيلة المعتادة، وإذا احتاجوا تغيير يدخل ماني كمهاجم. وبالنهاية الهريفي هدفه يفتح أفكار فنية، مو شرط تنفذ حرفيا. صحيح، خصوصا إن قدامهم نهائي آسيا ضد غامبا أوساكا بعد المباراة، يعني كل مباراة لها حساباتها، مو كل فكرة تنفع في كل وقت. الزبدة القرار بيد جيسوس، وهو اللي يشوف الأنسب، وإن شاء الله أي قرار يكون في مصلحة النصر ويجيب الفوز. في الختام، اذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسون دعم قناتكم شبكة النصر 24. لايك، اشتراك وانتساب. دعمكم هو اللي يخلي صوت العالمي عالي ويقوي دفاعنا عن النصر. احنا مع النصر في كل وقت، نقول الحقيقة وما نخاف إلا من الله. العالم كبير بجماهيره، ونلتقيكم قريب بإذن الله.